السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. عملنا أكلة اقتصادية، قلنا المرة دي النهاردة يعني نعمل أكلة عالية شوية، يعني نحاول نعلي شوية. جبنا هنعمل منابير، بسم الله ما شاء الله، منابير وفراخ وملوخية وسلطة وبتنجان ومخلل لو هنحطه يعني، بس أنا نسيت أحطه، والعيش. بسم الله ما شاء الله. الشوربة دي شوربة المنابير يا جماعة. وعملنا عصير مانجا، والحلو كان قطايف. ودسنا برام رز مع الاكل برضك، علشان يبقى الايه اللي حابب ياكل برز، يعني في ناس بتحب تاكل ملوخية برز، اللي حابب ياكل برز يعني. والحلو زي ما قلت كان القطايف سهلة، ما بتاخدش وقت مع الأكلة دي. أخدت وقت، فالقطايف سهلة مش بتاخد وقت. سلقت الفراخ يا جماعة بطريقة بسيطة كده. حطيت جزر وبصل وطماطم وقرن فلفل أخضر ولورا وحبهان. غليتهم كويس جدا، يعني بسيبهم حوالي 10 دقايق يغلوا كده. ونزلت بقى فيهم الفرخة. طبعا أنا ما بعملش الفرخة كلها، باخد منابات على قدنا والباقي بشيله، يعني اللي أكملهم مع أكلة تانية وكده. وهعمل المنابير، هجهز الخلطة بتاعتها. أنا بعمل المنابير ني في ني، طماطم مقطعة زي الصلصة زي السلطة، وخضرة وفلفل أخضر وحبة والبصل وتوابل، توابل فلفل أسمر وكمون وبابريكا وحبة كزبرة ناشفة. وحطيت حتة سمنة وحبة زيت، بس كده. همسك البصلة بالتوابل، أدعكهم كويس كده بإيديا، وبعدين أخد الفلفل معاهم وأعمل الخلطة دي كلها على بعضها. أقلب بقى الخلطة كلها على بعضها. وكان عندي حبة صلصة حطيتهم، وكان عندي حبة تسبيكة من باقية مني من المحشي حطيتها كمان. فقلنا ندمج بقى كله مع بعض. هقلبها كلها كده تقليبة كويسة عشان التوابل وكل المكونات تختلط مع بعضيها. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة الشكل، قلبي بقى من فوق لتحت عشان ما تبقاش حتة فاتحة وحتة غامقة، يعني كده، يعني كل المكونات تندمج مع بعضيها. بسم الله ما شاء الله. هنبدأ بقى نحشي المنابير. انا بحشيها بطريقة سهلة جدا، يعني هتحشي كمية، لو معاكي كمية كبيرة هتحشيها بكل سهولة، مش هتاخد منك وقت. بمسك كده الممبار، افتحه بايدي الاتنين كده وبين صوابعي، واحشيها. تمشي كده معاكي كده كأن حاجة ماشية كده، يعني كأن كابورياية ماشية كده بسرعة تتحشي. بصوا يا جماعة السمك ده، لو انت عايزة ترفعي رفعي، لكن مش ممكن تتخني عن كده. اهي بصي، بسرعة تمسكي، بصي تمسكي كده الممبارة في ايدك وتقعدي تحشيها. هي انا ما كنتش بعرف اعملها، انا اتعلمتها من مرات اخويا، اتعلمتها منها على طول يعني. مش هتاخد منك وقت لو انت بدأتي يعني عرفتي تعمليها مرة هتعمليها على طول. احسن ما تمسكي كده تحطي بقمع، او تمسكيها من فوق كده وتقعدي تحشي فيها، بتاخد منك وقت. لكن كده بصي بسرعة بتخلصيها بسرعة جدا. وتنفضيها من الرز اللي فيها، اي رز فوق كده تشيليه، علشان ما تخليكيش الشوربة بتاعتك تخينة كده وسميكة. انا بعمل الشوربة بتاعت المنابير، بعملها زيها زي اي كأني هعمل شوربة عادية. حطيت بصل وحطيت جزر وحطيت طماطم وحط فلفل اسمر، بس بزود لها حبة كمون شوية صغيرين، واحط معاها شريحتين ليمون كده او حاجة. حطي بقى المنابير بالطريقة اللي تعجبك، يعني عادي ما بتتفكش ولا حاجة ما دام المية بتغلي، ما بتتفكش. بس يفضل ان انت تحطي كمية وتستني شوية تحطي الكمية التانية، تستني يعني دقيقة كده المية تسخن منك تاني. بس تقلبيها وتحطيها على نار عالية وما تغطيهاش، المنابير ما بتتغطاش. وبتطيب على نار عالية. النار الهادية بتفرقعها منك، تطيبيها على نار عالية. وكمان لما تغلي كده شوية تجيبي مقصوصة كده وتشيلي منها الرز اللي تحت ده، عشان ما تبقاش تقيلة كده. اهو بصوا يا جماعة الرز ده انا مش هرميه يعني. في بنتي بتاكله، تحبه يعني فبتاكله. اهو عملت بردك معايا برام رز. آه، يعني بسم الله ما شاء الله، اللبن دسم وجميل يعني. حطيت اللبن اللي هو الحليب، وحطيت مية والرز، يعني باحط الرز قد المية والحليب، واحط فوق الملح كده وما اقلبوش وادخله الفرن. هاعمل بقى حبة بتنجان علشان هاعمل ملوخية. والملوخية تحب البتنجان وهي والبامية.
يعني لازم يكون معاهم يا بتنجان، الملوخية والبامية. هاحط أهوّة هاحمّره فوق في مقلاية واحدة كده بس وأنا واقفة، الشوربة بتاعة الملوخية أهيّة بتغلي. أنا خرطت الملوخية بالمخرطة، أنا باحب أعملها بالمخرطة على طول يعني، ما باحبش لا الكبة ولا الخلاط، يعني ما ليش حظ معاهم. هاحطهم وهاقلّبهم كده تقليبة كويسة، وادي الدقة بتاعة الملوخية اللي هي الخلطة بتاعتها، الطشة بتاعة الملوخية، توم. أحط التوم كده شوية وبعدين أحط عليه الكزبرة، هاقلّبها تقليبتين كده، ما باخلّيش اللون يتغيّر عشان ما تمرّرش، لو الملوخية التومة بتاعتها غمقِت هتمرّر منِّك. باقلّب برضك المنابير كده وأنا واقفة، بازيح المقلاية شوية كده اللي فيها التقلية بتاعة الملوخية، وأقلّب الحاجة اللي أنا باعملها عشان ما تتحرقش منّي. أقلّب المنابير وارجع تاني أكمّل عمايل الملوخية. أقلّبها بسرعة كده، إحنا ما بنحبهاش غامقة أوي. باحط في الزيت بتاع المنابير يعني في التحمير زيت وسمنة. أدي الملوخية أهيّة خلاص، هاحط عليها الطشة بتاعتها، وبسم الله ما شاء الله جميلة جدًا أهيّة، كانت في منتهى الجمال. باحط طبعًا حبّة ملوخية تاني في المقلاية وبارجّعهم تاني على الملوخية. مين بيحب ياكل الملوخية في المقلاية بعد ما بيحمّرها؟ أنا. عملنا العصير يا جماعة، عصير مانجا مع الأكل مع الفطار بتاعنا. أدي الفطار بسم الله ما شاء الله أهوًا، زي ما قُلت لحضراتكم السلطة والأكل بتاعنا، بسم الله ما شاء الله. هاعمل القطايف بسرعة كده. أنا آخر حاجة باعملها الحاجة الحلوة، يا إمّا أعملها أول حاجة، يا أعملها آخر حاجة، حسب الوقت عندي. القطايف إحنا بنحشي القطايف يعني من ضمن حشواتها يعني، ده سوداني وسُكّر وزبيب وجوزة الهند. أنتِ بقى عايزة تحطّي عين جمل، تحطّي بندق، لوز، اللي أنتِ عايزاه بقى حُطّيه. ممكن تعمليها بالكريمة، ممكن تعمليها برضك بكريم شانتيه وكده، بس بتحمّريها الأول. مرّة أعملها مع حضراتكم إن شاء الله. باتبِّت عليها جامد كده أمّا بتحشيها عشان ما تتفكِّش منِّك في الزيت وأنتِ بتحمّريها. أدي الكمية كلّها أهيّة بسم الله ما شاء الله، حلوة بسم الله ما شاء الله، ده نُص كيلو يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، حلوة أهيًا. هاحمّرها بقى في زيت، بس يُفضّل إن الزيت بتاعها يكون زيت حلو، زيت ريحته حلوة، يعني زيت كويس، يعني زيت ذرة مثلًا. بسم الله ما شاء الله أهيّة هاحمّرهم وخلاص، يعني القطايف ما بتاخدش أي وقت، يعني بسرعة. أمّا بتبقى عندِك أكلة يعني هتشتغلي في الأكل بتاعِك كتير، تعملي حاجة حلوة يُفضّل إن هي تكون بسرعة يعني، مش بتاخد وقت. يعني ممكن ولادِك يحشوا لِك القطايف كده وأنتِ وهُم قاعدين وأنتِ تحمّري وتحطّي في الشربات. الشربات بتاع القطايف شربات تقيل، زيه زي شربات الكنافة بالضبط، أنا باعمل شربات الكنافة والقطايف هُم نفس الشربات مع بعض. بسم الله ما شاء الله، شوفوا اللون يا جماعة جميل إزاي. أنتِ لو قلّبتيها على طول مش تسيبيها وتحطيها كده وتسيبيها، لأ تقعدي تقلّبي فيها على طول علشان اللون بتاعها يبقى موحّد. يعني أنا مش باحط القطايف تحمَر من جهة وأقلّبها على الجهة التانية، لأ، أنا باقلّبها على طول عشان اللون بتاعها يبقى موحّد، زي الزلابية كده. أنا باقلّبها على طول. بُصّوا يا جماعة لونها جميل إزاي، ما فيش واحدة مش شبه التانية، كلّهم لونهم موحّد، لونهم جميل أهوًا خالص، دهبي جميل أهُم، وكمان يعني بتقرمش، حلوة. شبّعيها بقى بالشربات، حطّيها حوالي دقيقتين 3 كده. أنا حطّيتها وجِبت الآخر كده جوز هند ورشّيته فوق الوش. بسم الله ما شاء الله جميلة جدًا أهوًا. وآدي برضك الفطار وبالهنا والشفا للي هيعمله واللي أكله. بسم الله ما شاء الله جميل جدًا يا جماعة، والمنابير ما أخدتش وقت ولا أي حاجة، كُلّه جهّزي الحاجة الأول، هتلاقي كل حاجة معاكِ بسرعة خلصت. بسم الله ما شاء الله، كل سنة وحضراتكم طيبين. أتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي اشتراك في القناة وإعجاب بالقناة وتعليق جميل من حضراتكم. بسم الله ما شاء الله، كل سنة وحضراتكم طيبين، وأشوفكم في وصفة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.